دخلتونا في إحراجات يا أهل اليمن ما الله بها عليم، وسببتوا لنا إحراج، وخليتوا اللي يسوى واللي ما يسوى يتكلم. عن نفسي أنا يا أبو زياد، البعض يقول تدور الشهرة، تبغاهم يرفعون حسابك، ما قلت هذاك ولا سويت إلا أصلحكم الله. ولذلك أنتم لا تكونوا بهالطناخة، ولا تكونوا بهالفزعة، ولا تكونوا تقولوا كلمة حق، ولا تكونوا بارك الله فيكم بهالخلق وهالأدب وهالرقي وهالتعامل. لا تكونوا، كونوا بطريقة ثانية، علشان السفهاء الله يكرم من عندي يفهم. فاقد الشيء لا يعطي إلا بيض الله وجيهكم. وإذا ما رفعت حسابي بتأتي إلا من المطاليق شرواكم، فأنتوا على العين والرأس، وأبركها من ساعة، وياسين طال عمرك عليكم كلكم، إلا لي الشرف وقلتها ورديت عنكم، وقلت يشرفني ويرفع قدري إنهم يكونون السبب في رفع حسابي. حسابي إن شاء الله معروف، ومحتوايه معروف إن شاء الله، إني أشرف طال عمركم اللي قريب قبل اللي بعيد بما أقدمه. وإن رفعوا حسابي فأنا أستحق واستاهل، وهم أهلا لها. فبيض الله وجيهكم وجمل الله حالكم، وشفتوا كيف بطيبتكم ونخوتكم وطناختكم ورقيكم واخلاقكم صار بارك الله فيكم آلمتوا وأوجعتوا. الله يكرم من عندي السفهاء.